دكتور ممكن حضرتك تكلمنا عن أهمية السوائل في الفترة الأولانية بعد العملية؟ بصي، اهم حاجه بعد العمليه هو شرب السوائل. دي اهم حاجه في الفتره الاولانيه. مهم قوي الجسم ياخد احتياجه من الميه والعناصر الغذائيه اللي موجوده في السوائل، عشان خاطر مفيش اكل في الفتره الاولى. الناس بتخش في جفاف، ده خطر جدا. فالصح ان احنا نزود كميه السوائل. السوائل دي عباره عن ايه؟ السوائل دي في الاول خالص ما بين طبعا الميه دي اهم حاجه، والحاجات الدافيه دي تاني اهم حاجه، وتالت اهم حاجه العصاير. طب ليه العصاير في المركز الثالث؟ لان العصاير ستيل فيها كالوريز، حتى الفريش والبيور ستيل فيهم كالوريز، فبنشربهم على مضض، يعني مضطرين ليهم في الفترات الاولانيه. الميه بتبقى صعبه على بعض الناس، فبنسهلها بان احنا نحط عليها تلج او نغير طعمها بعيدان نعناع قرنفل، ديتوكس الميه باي طريقه. وريسنتلي بقى في حاجات فليفرز كده زيرو كالوريز بتتحط على الميه، زي السو بلس مثلا، بيغير طعم الميه شويه فبيسهل شربها. في ناس بتبقى بتشرب عادي خالص، ده طبيعي. في ناس بتبقى الميه بالنسبه لهم صعبه شويه، فبنعمل الالعاب دي كلها لحد ما نقدر نشرب. الفيصل ان كميه الميه اللي داخله جسمي كويسه، اللون البول يبقى فاتح. طول ما هو فاتح يبقى انا بشرب كويس. ممكن يكون ده بلتر، لتر ونص، 2 لتر. اللي مش قادر يعوض بالحاجات الدافيه. وفي المركز الثالث العصاير. شكرا.